اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة فراخ ستريبس الدجاج المقرمش. ان شاء الله يا رب يعجبكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا من غير لا بيض ولا بقسماط. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. عندي الفراخ بتاعتي طبعا انا غسلاها كويس جدا، ولازم تقطعيها كده صوابع بالشكل ده، ما تبقاش لا تخينة ولا رفيعة عشان تطلع معاكي مظبوطة كده بالشكل ده. اول حاجه هعملها عندي كوبايه من الدقيق، هنحط عليها معلقتين كبار من النشا ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، وهنحط التوابل بتاعتنا. عندي ملح وفلفل وحبهان مطحون وبصل باودر وتوم باودر وبابريكا وزعتر والسبع بهارات وكركم. كل التوابل دي هنحطها هنا على الدقيق. دي التتبيله بتاعت الفراخ الستريبس. عندي بقى كوبايه ميه، هقلب كل التوابل دي كده مع بعضها مع الدقيق، وهنزل بكوبايه الميه واحده واحده لحد ما ياخد القوام اللي انا عايزاه. هي عايزه كمان شويه ميه، هنزود لها كمان شويه ميه، وهنحط على الخلطه بتاعتنا دي معلقه من الكاتشب. الكاتشب بيدي للفراخ طعم حلو جدا. بسم الله. كده قوامها حلو قوي كده بالشكل ده. هحط بقى الفراخ وهنسيبها في التتبيله دي لمده ساعه. بسم الله. شايفين شكلها؟ بسم الله ما شاء الله جميله. جربوها ان شاء الله مش هتندموا. كده في التتبيله دي هنسيبها لمده ساعه، وبعد كده هقول لكم الخطوه اللي بعد كده ايه شويه وهرجع لكم تاني. بعد الفراخ بتاعتي ما اتبلت، الخطوه بقى اللي بعد كده هنحط نفس التوابل اللي احنا حطيناها للفراخ هنحطها على الدقيق. هنحط برده معلقتين كبار من النشا ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، وهنحط التوابل بتاعتنا بس بكميات قليله شويه عشان انا عندي طبعا الفراخ اوريدي متبله، فانا مش حاطه توابل كتير. هي نفس التوابل اللي احنا حطيناها قبل كده. وهنقلب كده كله مع بعضه، وهقول لكم اهم خطوه بقى بعد كده هتعملوا ايه. هنزل بالفراخ بتاعتي كده في الدقيق، وهنقلبها كده بالشكل ده. تحركيها كده بايديكي من غير ما تبططيها. هي دي اهم خطوه في الاستريبس عشان تطلع معاكي جميله وحلوه كده بالشكل ده. تحركيها كده 5 6 7 مرات وتشيليها كده. هنعمل بقى كله كده بالشكل ده زي ما انتوا شفتوا كده. تقلبي كده بصوابع ايديكي كده بس كده. بعد ما عملت الفراخ كده كلها بالشكل ده هنحمرها بقى في زيت كتير، ويبقى الزيت سخن. هنسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما تاخد اللون الذهبي معايا هشيلها على طول من الزيت. بسم الله ما شاء الله. شايفين كده شكلها ولونها؟ بسم الله ما شاء الله زي الفل، زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، منتهى الجمال. اتمنى يا رب تجربوها. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. وبكده خلصت كل الكميه حمرتها. شايفين شكل الفراخ بتاعتنا الستريبس ما شاء الله؟ شايفين الكفر بتاعها حلو ازاي؟ بسم الله ما شاء الله زي الفل. تعالوا بقى نرصها مع بعض. نرصها مع بعض هنا كده بالشكل ده. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم.
وصفة جميلة جدا وموفرة جدا، احسن من بره بكتير. بتمنى من كل الناس اللي بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. بشكركم جدا على المتابعة. شايفين شكل الفراخ؟ بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. يا ريت يكون فيديو النهارده عجبكم، انتظروني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.